السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا قاع بخير وقاع مهنيين. اليوم جبت لكم المني تاع نهار الزواج. صراحه درت لكم واحد الجلبانه حمراء وعاقده وثقيله الله الله، وزدت درت لكم ماسيدوان بنينه بنينه ما تامنوش عقلكم. قد ما تاكلوا منها ما تشبعوش، ورافقتها مع صلصه السلطه تاني بزاف بنينه كيما اللي تنباع في المحلات. تبعوا معايا لا فيديو الاخير هكذا باش تستافدوا كامل الوصفات. هنا نبدو بسم الله على بركة الله بالطاجين الجلبانة اللي بزاف بنين. هنا درت مورسو نتاع اللحم يكون غير صغير، ما يهمش باسكو كان عندي الرولي نتاع البارح كان باقي لي، ثم درت هذا غير باش نبنن. قليته مليح مليح حتى دالي هاد لاكولير الدوغي. عاد ضفت البصله وخليتها تتقلى على نار هاديه، وضفت لها شويه نتاع لي زيبيس، فلفل اكحل، شويه فلفل عكري، عود تقرفه او نصف نتاع عود تقرفه، شويه ملح، وخليتهم يتقلوا مليح مليح حتى تبان لي هذاك البصل نتاعي. وهذا هو السر نتاع الماكله نتاعكم باش تجيكم بنينه بالبزاف. لازم تقلوا الماكله نتاعكم او البصل مع الدجاج مليح مليح هكذا باش تجيكم المرقه تاعكم خاطره وبنينه. كيما شفتوا ضفت لها نصف ملعقه نتاع طوماط كونسونطري هكذا باش تجيني المرقه نتاعي حمراء، وزدت ضفت لها حبه طماطم كنت ربيتها. وكيما راكم تلاحظوا كل ما نضيف مكون للمرقه نتاعي نخليها تتقلى مليح مليح. وفي هذه المرحله ضفت الجلبانه نتاعي كيما راه موضح امامكم. هذه جلبانه فري ماشي كونجولي، وزدت ضفت لها حبه جزر او زروديه هكذا باش المرقه نتاعكم تجيكم حلوه وبنينه. نزيد نقليهم شويه كيما راه موضح امامكم، ونضيف عليهم الماء او نمرقهم. نخلطهم مليح مليح ونقص للنار تاعي، نخليها على نار تكون متوسطه او ناقص متوسطه. شوفوا هنا الله يبارك بعد ما طابت الجلبانه نتاعي كي خرجت عاقده الله يبارك. وفي هذه المرحله ضفت لها ليبولات نتاع الكفته نتاع الدجاج كانت متواجده عندي، وزدت خليتها تطيب على نار قليله. نزيد لها 10 دقائق والمرقه تاعي تكون واجده وتجيكم خاطره وثقيله الله الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ونروح نحضروا صوص السلطه كيما راه موضح امامكم. نحتاجو نصف كاس نتاع الخل، زوج كيسان نتاع الزيت، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، ونضيفوا لها ملعقه صغيره نتاع عسل تكون معمره مليح. ما تخافوش من العسل باسكو ما عادش تجيكم حلوه، برك يعدل لنا الذوق. وهنا ضفت نصف ملعقه صغيره نتاع موطار، وضفت لها سنه نتاع الثوم مرابيه. نجيبو بغا ميكسير ونميكسو الخليط تاعنا كيما المايونيز حتى نشوفوا الخليط تاعنا بياض، عاد نطلعو لبغا ميكسير. نخلطو الصلصه تاعنا مليح مليح حتى نحسوها تقالت وعقادت معانا كيما راه موضح امامكم في الصوره. في هذه المرحله نضيفو شويه نتاع المعدنوس هكذا باش يعطينا ذوق ويعطيها هذوك النقاط اللي يجوا خضر كيما نتاع الحانوت كيما اللي تنباع. نميكسيهم مليح مليح. وفي هذه المرحله نضيفو كاس نتاع الماء يكون عادي من الحنفيه، ونميكسوهم حتى نحسو الخليط تاعنا عقاد كيما راه موضح امامكم. شوفوا الله يبارك كي خرجت الصلصه نتاعي راهي باينه باللي عاقده. جيبوا قارورة او علبة او اي حاجة تكون متواجدة عندكم وديروا لاصوص تاعكم وخلوها في الفريجيدير تشد لكم مدة اطول وتجيكم بزاف بنينة وهايلة. نتمنى تجربوا هاد الطريقة. وهنا نروحوا نحضروا الماسيدوال تاعنا اللي بزاف بنينة، ما تنسولهاش البنة نتاعها. كنت غليت كاس روز وضفته شويه نتاع الملح حتى طاب لي الروز نتاعي، صفيته مليح مليح ودرته في العلبه، وضفت له علبه نتاع الطون بها بالزيت نتاعها. ضفت له شويه جلبانه اللي كنت غليتها، حبه كروطه او زروديه،
شوية كورنيشو كان متواجد عندكم، هذه اختياري. وضفت له 2 معالق كبار نتاع المايونيز يكونوا معمرين مليح، وضفت لها 2 معالق كبار نتاع الفرماج تاني يكونوا معمرين مليح. وزيد ضفت لها شويه نتاع الملح هكذا باش ما تجيكمش الماسيدوار تاعكم مسوسه او صامته، وشويه نتاع فلفل اكحل. وزيد ضفت لها لاصوص نتاع السلطه اللي خدمناها في رحبه. نخلطوا كامل المكونات اللي درناها في الماسيدوار تاعنا، نخلطوها مليح مليح حتى يتجانس الخليط، ونحسوا باللي الفرماج دخل في كامل الخضره نتاعي. وتجيكم هاد الماسيدوار بنينه بنينه قد ما تاكلوا منها ما تشبعوش. نديرها في علبه ونغلق عليها ونديرها في الفريجيدير. وهنا نروحوا نحضروا السلطه او نشكلوا السلطه تاعنا. هنا قطعت شويه سلطه حشيش درتها في الصحن كما راه موضح امامكم، وجبت هاد العلبه الصغيره اللي فيها هاد الشكل على شكل دب، درت فيها شويه نتاع الزيت او دهنتها بالزيت، وضفت السلطه نتاع الماسيدوار فيها، وقعدت نضغط مليح مليح هكذا باش يخرج لي الشكل نتاعي مليح ويجي باين كما راه موضح امامكم. وانتوما الشكل اللي يكون متواجد عندكم ديروه. المهم التزيين يبقى اختياري. هنا ضفت لها كمية من الباربة هكذا باش تكاسيلي لا كولير او اللون. وزيد ضفت لها حبيبة تاع الزيتون درتهم على شكل عينين، وشوية نتاع البيطراف درتها على شكل فم كما راه موضح امامكم. وضفت لها شوية نتاع الكورنيشو، شوية مايز، شوية نتاع الباتي كان متواجد عندي، زدت ضفت لها حبة طماطم وشكلتها كما راه موضح امامكم. والتزيين يبقى اختياري، كل واحد حر في التزيين نتاعو. وشوفوا الجلبان نتاعي كي خرج الله يبارك، جا عاقد وبزاف بنين.